السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نهضروا على واحد المرض مهم بزاف عند الرجال، وكيجي غالبا مع التقدم في العمر، وهو سرطان البروستات. بزاف ديال الناس كيسمعوا بيه، ولكن ما عارفين شنو هو، كيفاش كيبان، وواش يمكن يتعالج. شنو هي البروستات؟ البروستات هي غدة صغيرة عند الرجال، كتكون تحت المثانة، ودورها هو إنتاج سائل كيساعد الحيوانات المنوية. منين كتكون سليمة ما كيكون حتى مشكل، ولكن ملي كتبدا الخلايا ديالها كتكبر بطريقة غير طبيعية كنهضروا على سرطان البروستات. شنو هي الأعراض؟ في البداية ممكن ما يبان حتى عرض، وهذا الشيء علاش كيتسمى السرطان الصامت، ولكن مع الوقت يمكن يبان صعوبة في التبول، ضعف تدفق البول، التبول بزاف في الليل، ألم في الحوض أو أسفل الظهر، وجود دم في البول أو السائل المنوي. شكون الأكثر عرضة؟ كاينين عوامل كتزيد الخطر: الرجال فوق 50 عام، التاريخ العائلي إذا كان الأب أو الأخ مريض، التغذية الغنية بالدهون واللحوم الحمراء، السمنة وقلة الحركة. كيفاش كيتشخص؟ التشخيص كيدوز عبر تحاليل الدم PSA، الفحص السريري، وأحيانا الخزعة بيوبسي. واش كاين علاج؟ نعم، وكيختلف حسب المرحلة: المراقبة الطبية فقط في بعض الحالات البطيئة، الجراحة، العلاج الإشعاعي، العلاج الهرموني، وأحيانا العلاج الكيميائي. والمهم هو التشخيص بكري، لأنه كيرفع نسبة الشفاء بزاف. رسالة مهمة: الرجال خاصهم ما يتساهلوش مع الفحص الطبي، حيث الاكتشاف المبكر كيقدر ينقذ الحياة. الصحة ديالنا أمانة، والوقاية خير من العلاج. خاتمة: إلى عجبك الفيديو دير لايك واشترك في القناة باش توصلك فيديوهات أخرى حول التوعية الصحية، وما تنساش تشارك الفيديو مع العائلة والأصدقاء.